بستغرب قوي على الناس اللي لسه يا عيني عايشة على فكرة انه لما ارضى بقليلي واجي على نفسي وامشي الدنيا واعدي ومركز انا كده هتقدر وهتشال على الراس وهيتقال لي كتر خيرك، ده انتي ست جدعة، ده انتي ست ب100 راجل، ده انتي يا عيني استحملتي اللي محدش استحمله. ما هو الطبيعي احنا اتعودنا ان احنا بنشوف في اهالينا وامهاتنا ان هم بيجوا على نفسهم طول الوقت وبيعدوا كتير قوي عشان خاطر الحياة تمشي وعشان خاطر العيال وعشان خاطر المسؤولية. بس اللي انا عايزة اقوله النهاردة ان دي كانت اكبر غلطة اهالينا عملوها، عشان باللي عملوه ده كتير قوي من اولادنا ورجالتنا اللي بنشوفهم النهاردة اتعودوا ان هم يشوفوا النموذج ده في اهاليهم. ما انا امي كان بتعمل فيها كتير وكانت بتعدي، ما انا امي كانت بتتضرب وكانت بتعدي، انا امي كانت بتتبهدل وتتهان وكانت بتعدي وبتعيش. ما شفناش اللي بيتعمل دلوقتي. ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي بقيتوا مستبيعين؟ وازاي بقى البيت عندكم مش مهم وعادي قوي ان انتوا تتخلوا عن مسؤوليتكم؟ هو في ايه؟ هو ليه دايما المفاهيم مفهومة غلط؟ هو يبقى مفيش مسؤولية جدية اتنين شايلينها صح والاتنين مقسمينها صح، يا اما الشيلة تشيلها واحدة ولو تعبت يا عيني ولا اتخلت عن مسؤوليتها تبقى كده هي مش قد المسؤولية. ارحموا بقى، ارحموا ترحموا. الست ست والراجل راجل. ليه دايما بنسقف للنموذج السيء وبنحاول ان احنا نكبره وكأن هو ده الطبيعي؟ والست لو اشتكت النهارده وجت وقالت انها مش قادره تكمل بالاسلوب ده ولا بالطريقه دي ولا تقبل الاهانه من اصله ولا تقبل ان الراجل يمد ايده عليها، بقت دلوقتي بياعه وما بقتش عايزه تحافظ على بيتها وانها تعدي بالمركب. وبقينا لازم نقول انه لازم نعدي بالمركب حتى لو غرقانه وحتى لو متبهدله، بس اهو عشان خاطر العيال. لا، ايد لوحدها ما بتسقفش، والمركب المغرقانه اللي فيها خرم ودخلوا ميه هيفضل طول الوقت غرقان. فكرة انه عدوا عشان المركب تمشي، لا، المركب بتبقى غرقانة باللي فيها ومحدش حاسس. محدش بيحس الا وقت الانفجار وبس، وقت ما الدنيا بتكبر عن اللزوم ومبقاش حد عارف يلمها. فمن البداية ما تكبروش فكر الراجل انه طبيعي ان الست تتأذى وطبيعي ان الست تتضرب وطبيعي ان الست يتهاون في حقها. ويوم ما تيجوا يلاقوا واحدة قوية وواقفة وبتدافع عن حقها وما بتقبلش انها تتكسر او تتهان او تتذل او يتقال عليها اللي مش فيها وتقف ل100,000 حد وتدافع عن حقها وعن نفسها، كده تبقى يا عيني جبارة، او بتحاول تطلع عقدها النفسية اللي شافتها في حياتها فيه، بتعمل يا عيني اسقاط عليه. هو احنا بقينا فين؟ ليه دايما بنجري ونقف مع الظالم على المظلوم؟ ليه مش بنجيب لكل حد حقه؟ ليه مش بنعلم الراجل ان هو يبقى راجل يشيل المسؤولية؟ والمسؤولية مش صرف وبس، لا، لان الست بقت تشتغل وتصرف. عمر ما المسؤولية وفتحان البيت ووجود عيال في قلب البيت كان حلهم ان الراجل يصرف والموضوع خلص على كده. في حب لازم يتقدم، في اهتمام لازم يتقدم، في احتواء لازم يتقدم، في عيال محتاجة تتربى ومحتاجة تتوجه ومحتاجة ايد الاب وايد الام، لان ايد لوحدها ما بتسقفش. ولما الست بتطالب بحقها فهي هنا مش ظالمة لانها مظلومة وشايلة فوق طاقتها. المجتمع للأسف خلى الست بقت راجل والراجل بقى ست، وبقوا يكبروا دور الراجل ان هو يبقى بيتخلى عن مسؤوليته لكونه تعبان وشقيان وبيصرف. طب ما الكل تعبان وشقيان وبيصرف. الست بتشتغل بدل الشغلانة 2 وبتكمل التالتة في بيتها، وبتكمل اكتر من كده من طبيخ واكل وشرب ومذاكرة وتودية نوادي وشراء طلبات. انتوا عايزينها تعمل ايه اكتر من كده؟ ويوم ما تشتكي ليه؟ ما اهالينا كلهم عاشوا كده، ما ده الطبيعي. هو انت ليه جايه دلوقتي عماله بتشتكي وعماله بتطلعي وعماله بتنقضي على حياتك وبقيتي قرفانه من حياتك ومش مستحمله؟ يا جماعه، الرحمه حلوه، دي بني ادمه. الست دورها انها تتحب، تلاقي اللي يهتم بيها، تلاقي اللي بيطبطب عليها، تلاقي اللي بيشكرها بعد نهاية يوم على يوم طويل وقفته وتعبت فيه واشتغلت وطبخت وذاكرت وعملت اللي ما يعمل، تلاقي اللي حطتها فوق راسه بكلمة حلوة وبتقدير. الست مش عايزة حاجات كتير، الست بتطلب الحاجة اللي من غير مقابل، اللي مش مكلفة. لكن للأسف في زماننا ده بقت مكلفة لأن دور الراجل اتلغى.